اكتر حاجه بتسأل عليها في رمضان كدكتوره اسنان، بتيجوا تقولوا لي ان انتوا ريحه بقكم طبعا مع الصيام بتكون وحشه جدا. فخلال شهر رمضان الموضوع ده بيسبب لناس ازمه نفسيه كبيره جدا، وبتبقوا مكسوفين وانتوا رايحين شغلكم او انتوا رايحين المدرسه او الجامعه او ايا كان، عشان مجرد ان انتوا بس صايمين حاسين ان انتوا بقكم ريحته وحشه ونفسكم مش حلو، فبتبقوا مكسوفين ان انتوا تقربوا من حد او تتكلموا مع حد. الموضوع فاكرين ان هو ملوش حل، بس انا النهارده هتكلم معاكم عن حلوله، ايه اصلا اسبابه وايه الحلول بتاعته، وازاي ان احنا نتجنب ريحه النفس الكريهه خلال شهر رمضان. اول حاجه تعالوا نتكلم عنها هو اصلا ايه السبب وليه ريحه بقنا بتكون وحشه. دلوقتي اهم حاجه عشان كده انا جايه اتكلم معاكم، وممكن يكون هو ده اكبر سبب للريحه الوحشه، هي ممكن تكون حاجه جايه من البق. فهنا انا هقول لكم تعالوا لي روحوا عند دكتور اسنان وروحوا شوفوا ايه السبب ده. ممكن يكون عندكم تراكم جير، فانتوا مش بتعملوا تنظيف للجير، ده يعمل ريحه وحشه جدا. ليه؟ عشان الجير ده اصلا هو بكتيريا وتراكمات من البكتيريا، والبكتيريا بتعمل لنفسها زي بيت، البيت ده هو الجير. فانتوا عندكم تراكمات من الجير بتخلي ريحه البق مش حلوه خالص. وتاني حاجه ممكن يكون عندكم حاجه مثلا زي البوكت ده بيتراكم فيه اكل فيعمل ريحه وحشه. ممكن يكون عندكم تسوس، كل دي يا جماعه برضو بيت للبكتيريا تقعد فيه تعمل ريحه وحشه جدا في البق. حاجه كمان ان انتوا تكونوا مش بتنظفوا ما بين اسنانكم بشكل كويس، في اكل بيتحشر ما بين الاسنان والاكل ده ما بيتراكم ما بين الاسنان، ده كده زي كانه بيقول للبكتيريا تعالي عندي. البكتيريا يا جماعه ووجود الاكل اللي ما بين الاسنان ممكن نقول بيحصلوا حاجه اسمها الديكاي ده على فكرة هو مش معنى حرفي، ولكن هو شبيه بالتعفن. فان احنا في اكل موجود ممكن يقعد باليوم والاثنين والثلاثة ويحصل له تعفن وبيجي عليه بكتيريا، طبعا يعمل ريحة وحشة. كمان بقى لو في بوكت فالاكل بيتراكم جوه البوكت، عشان البوكت ده كمان مكان اصلا مقفول. فهنا فعلا من اهم الاسباب ان يكون عندكم مشكله في اسنانكم. فهنا لازم هقول لكم روحوا زوروا دكتور الاسنان واتكلموا معاه وخليه يكشف عليكم عشان نشوف المشكله هنا فين. فطبعا هنا بقى هاجي هقول لكم لازم الاورال هايجين بتاعكم يكون كويس، اللي هو عباره عن ايه؟ الانستجرام بتاعي كله هتلاقوه بتكلم عن الاورال هايجين. فاول حاجه غسيل الاسنان بشكل كويس جدا. تاني حاجه الفلوسنج، استخدام الخيط الطبي عشان ننظف ما بين الاسنان، عشان الفرشه مش هتوصل للاماكن دي. ممكن تكونوا بتغسلوا اسنانكم كويس جدا بس برضو الاكل بيتحشر ما بين الاسنان، وهنا بقى بيجي دور الخيط الطبي ان انتوا لازم تنظفوا ما بين الاسنان عشان نمنع الحشره بتاعه الاكل ما بين الاسنان، وان بالتالي يعمل ريحه وحشه. هتيجوا طب تقولوا لي نغسل اسناننا امتى وفين ومفيش وقت والكلام ده؟ في وقتين وما فيهمش نقاش. اول وقت هو ان احنا نغسل اسناننا بعد الفطار، استنوا كده ما بين 30 ل 60 دقيقه بعد الفطار واغسلوا اسنانكم. وتاني وقت لازم برضو والموضوع ما فيهوش نقاش فيه هو بعد السحور. تعاملوا بقى مع بعد السحور دي على اساس ان انتوا لسه صاحيين، اغسلوا اسنانكم واعملوا بالفلوس، اعملوا الروتين كله بتاع الاسنان العادي اللي انتوا بتعملوه. طب هل ينفع نغسل اسناننا في خلال الوقت اللي احنا صايمين فيه؟ جماعه عادي جدا، غسيل الاسنان مش بيفطر ولا بيبطل الصيام لو انتوا ما بلعتوش المعجون. احنا بس بتغسلوا اسنانكم وبتغيروا ريحه البق بتاعكم، احنا ما بلعناش المعجون وما بلعتوش المضمضه بتاعتكم. طب انتوا قلقانين خايفين ان انتوا تبلعوا المعجون، خايفين ان انتوا تبلعوا الميه، ممكن تستخدموا السواك طبعا بتشيل بقايا الاكل اللي موجوده. فهنا برضو لو انتوا خايفين استخدموا السواك ومفيش حاجه في الحاله دي تقلقوا منها. فدي كده اول بوينت اتفقنا عليها، ان لازم الاورال هايجين بتاعكم يكون كويس جدا جدا جدا. لو انتوا مش مهتمين بيه في العادي لازم تهتموا بيه في رمضان. مش هقول لكم عشان شكل اسنانكم وصحه اسنانكم والكلام ده، لو الكلام ده مش داخل دماغكم، لا، عشان ريحه بقكم وريحه نفسكم ما تكونش وحشه، وانتوا مش بس بتاذي نفسكم، انتوا كمان بتاذي الناس اللي حواليكم. تاني سبب اتكلمنا اول سبب عن الاورال هايجين، وعندنا تاني سبب بقى هو اللسان. اللسان ده ناس كتير قوي بتنساه او مش بتهتم بيه او اصلا مش بتفتكره، ومش عارفين ان هو عضله. السطح بتاع اللسان اهو بيتراكم عليه كميه بكتيريا بشكل كبير جدا. هتعملوا ايه؟ هتستخدموا حاجه من الاثنين، يا اما هنستخدم كاحه للسان اللي هو التونج سكريبر، او تاني حاجه استخدموا فرشه الاسنان. في فرش اسنان ظهرها بيكون ممكن تستخدموها ان انتوا بس تنظفوا سطح اللسان بتاعكم، ولو ده مش متاح برضو استخدموا فرشه الاسنان بوان دايركشن كده بس مره او مرتين، ان انتوا تشيلوا البكتيريا. ده الطريقه ان انتوا تريموف البكتيريا اللي موجوده على السطح بتاع اللسان، وبالتالي برضو هنبقى شلنا سبب تاني من اسباب الريحه الوحشه، او من وجود البكتيريا اللي بتكون موجوده جوه البق اللي بتخلي فيه ريحه وحشه في البق وريحه نفس وحشه. ثالث
سبب عندنا هو جفاف الفم. جفاف الفم بيجي مينلي من حاجتين. اول حاجه ان الانتيك بتاعنا بتاع الميه او السوائل عامه بيكون قليل جدا في رمضان، وتاني حاجه هو زياده الكافيين. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ هنزود الانتيك بتاع الميه ونقلل الكافيين. هنزودوا يا جماعه الانتيك بتاع الميه بتاعكم مش بس وقت اللي هو السحور اللي هو نشرب لنا 2 لتر ميه قبل ما الفجر يدن، لا انتوا هتشربوا ميه على مدار من وقت المغرب لحد وقت الفجر. اشربوا تقريبا 8-10 كوبايات ميه، اللي هو ممكن نقول كل ساعه تشربوا كوبايه ميه. محتاجين ان انتوا تدخلوا سوائل كافيه جدا في جسمكم عشان طبعا صحه جسمنا نفسنا. احنا جسمنا ده اصلا كله ميه، بلس كمان ان البق يبقى دايما مترطب، البق دايما يكون فيه سوائل موجوده. قله شرب الميه بيعمل حاجتين في البق. اول حاجه بيعمل جفاف في الفم اللي هو احساس ان انتوا بقكم ناشف، وتاني حاجه بيزود الاملاح. لما الميه بتقل في الجسم الاملاح بتزيد، وبالتالي ترسبات الجير بتزيد برضو على سطح الاسنان. فعشان كده مهم جدا ان الواحد يشرب ميه بشكل كافي عشان يبالانس الجسم كله. سبحان الله، دي خلقه ربنا، والميه دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا، وشربها بيحل مشاكل كتير جدا. زي بالظبط لو الميه قلت في الجسم بيبدا يحصل حصوات في الكلى، نفس الحصوات على فكره بنفس المكونات هي دي اللي برضو بتحصل وبتعمل تراكمات من الجير عند بعض الناس. وبالنسبه للكافيين بقى حاولوا ان انتوا تقللوا منه على قد ما تقدروا. ممكن تشربوا لكم كوبايه اللي هي بتبقى بعد الفطار، بس بلاش اكتر من كده عشان جسمكم يستخدم ويستغل الميه اللي انتوا هتدخلوها له على قد ما يقدر. رابع حاجه هي ان طبعا انا مش هقول لكم يا جماعه، احنا عارفين كلنا ان رمضان فيه اكلات حلوه وكتيره وجميله وكده، فمش هقول لكم ما تاكلوش بصل، ما تاكلوش توابل، ما تاكلوش توم. كلوا كل اللي انتوا عايزينه واعملوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها، بس يفضل لو الكلام ده كان في وجبه الفطار مش في وجبه السحور. عشان لو اخدنا مثلا بصل ني، توم، اللي هي بيبقى عارفين السلطات اللي بيبقى فيها توم زي البتنجان مثلا اللي بالثوم وكده، طبعا بعيدا عن ان هو هيحمى اصلا على قلبنا، مش بس هيحمى على قلبنا، هو كمان هيعمل ريحه وحشه. عشان الواحد اكله على السحور ونام هتصحوا الصبح ريحه بقكم وحشه جدا. فالكلام ده خلوه ان هو يبقى وقت الفطار. اي اكله انتوا بتحسوا ان هي بتعمل لكم ريحه خلوها على الفطار، عشان ما بين الفطار والسحور الجسم اوتوماتيكلي بيتخلص من الريحه دي مع وجود الريق ومع شرب الميه ومع لو بياخد زبادي وياكل خيار. زي ما قلت لكم هنزود الانتاج بتاع الميه بتاعنا، واي حاجه بتكون اللي هي فيها سوائل زي ما بقول لكم الزبادي والخيار والكلام ده كله، فاوتوماتيكلي الجسم لوحده هيتخلص من الريحه دي. لما هتصحوا تاني يوم مش هيبقى فيه الريحه القويه غير لو اكلتوا الاكل ده على السحور. فبس خلي بالكم كل اللي انتوا عايزينه كله، بس خلوا الاكل ده على الفطار بدل ما يبقى على السحور. اخر حاجه بقى بنعمل كل الكلام ده وبرده حاسين ان في ريحه بقكم مش حلوه وفي ريحه نفس مش حلوه، هنا بصراحه انا كدكتوره اسنان مش هعرف ان انا اتدخل، ولازم في الحاله دي بنقوم نوجه المريض ونحوله ان هو يروح على دكتور باطنه. عشان يا جماعه ممكن يكون عندكم مشكله ويكون ده بس عرض لمرض تاني هو بنسميها underlying cause، يعني في سبب تاني خفي وهو ظهر في ريحه البق الوحشه او ريحه النفس الوحشه. فلو انتوا عملتوا كل الكلام ده ولسه ستيل ملاحظين وواخدين بالكم ان انتوا لا انا ريحه بقي وحشه، لا انا ريحه نفسي وحشه، اسالوا على فكره الناس اللي حواليكم، اهلكم عادي اما تيجي من الناس اللي حواليكم احسن ما تيجي من غريب. عشان في الحاله دي هنصحكم ان انتوا بصراحه تروحوا تاخدوا بعضكم وتروحوا لدكتور يكون دكتور متخصص بطنه، هو اللي يشخص الحاله ويعرف لو في اي مشكله موجوده هيبقى ايه هو علاجها. ممكن تكون المشكله من البطن او المشكله من اي حاجه تانية، طبعا الحته دي انا مش عارف ان انا اتكلم فيها. وعايزين نخلي بالنا ان الحاجه اللي احنا بنعملها، لو انتوا فاكرين ان ريحه البق دي بتاثر عليكم او المشكله عندكم، لا هي بتاثر برضو على السيركل وعلى الناس اللي حواليكم. ومحدش يحب ابدا ان هو يكون شكله او يكون ريحته في وسط الناس مش حلوه او الناس تكون بتنفر منه. عايزه اقول لكم برضو ان في الاخر الرسول ما كان بيقول ان لو حد واكل توم ما يدخلش الجامع، ما يدخلش بيت ربنا، عشان ريحته بتاذي الناس اللي موجوده ومش بيحبذ ان الواحد يكون ريحه نفسه وحشه. فدي من الحاجات اللي ناس كتير مش بتاخد بالها منها، فعشان كده حبيت ان انا اديكم شويه نصايح في الفيديو ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.